دي احدث حركه محظوره دلوقتي في كره القدم. الوقوف على الكره دلوقتي بيجيب انذار وكمان فاول للفريق التاني. فاكتر من 150 سنه كوره موضوع انك تحذر حركه معينه ده حصل مرتين بس، وكل مره كان لسبب مختلف تماما. في نص الالفينات حركه السيل درابل انتشرت جدا. دي كانت ان اللاعب يمشي وهو بينطط الكوره على دماغه. الفيفا قالت لا، الحركه دي خطر جدا وما تنفعش، لان الطريقه الوحيده انك تقدر توقف اللاعب ده هو انك تضربه في صدره برجلك. المرة الثانية كانت سنة 2010 لما نيمار وهو لسه ناشئ ابتكر ركلة جزاء الشاتر ستيب، وبسرعة جدا الفيفا منعتها لأنها كانت قوية زيادة عن اللزوم. طب هنا في منطق، مرة عشان السلامة ومرة علشان الحركة overpowered أو قوية جدا. لكن الوقوف على الكورة ملوش علاقة لا بالسلامة ولا بالقوة الزيادة. اللي حصل إن ديباي عملها في نهائي الكاس، فقامت خناقة في الملعب، فالاتحاد البرازيلي ما عجبوش المنظر ومنعوا الحركة على طول باعتبارها قلة احترام للمدافعين. بس لو ماشيين بالمنطق ده بقى يبقى لازم يمنعوا حركات تانية زي الريمبو والهوكس بوكس والريبونا، عشان اكيد مفيش ولا مدافع في الملعب بيحب ان هو يضحك عليه. مش منطق يعني.